ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلنا يعلم أن الإسلام فيه حلال وحرام، وأن الحرام محدد ودائرته ضيقة جدا صغيرة جدا، والحلال هو الأصل وهو الكبير جدا جدا، والله سبحانه وتعالى قد فصل لنا ما حرم علينا. فلماذا يأتي بعض العلماء ويحاولوا أن يكبروا دائرة الحرام باسم المصلحة وسد الذرائع وغيرها؟ لماذا يريدوا أن يكبروا دائرة الحرام والإسلام حددها وضيقها؟ الإسلام لا يريد أن يجعل هناك حرج على الناس وتضييق على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلماذا بعض العلماء يحرص على تكبير دائرة الحرام وهي صغيرة ويجب أن تظل صغيرة؟ هنا يأتي الجهل. نعم، رغم العلم الكبير الذي عندهم، لكن وجدت أنه بالتأمل الشديد الجهل هو المصدر الكبير لمن يحاول أن يكبر دائرة الحرام. والجهل هذا أنواع. أولا الجهل بمقاصد الشريعة. الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا نص. فالله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعسر علينا، يريد أن ييسر علينا. وهنا يأتي بعض العلماء يريد أن يعسروا علينا، كل شيء يجعلوه حرام. فلا، ما تستقيم هذه المسألة. الحرام هو الذي يحتاج دليل ونص، وليس العكس، أن رأي الفقيه مهما كان علمه يحرم. رأي الفقيه عندي لا يحرم، اجتهاده لا يحرم شيئا، لأن الحرام محدد، وهو المسؤول أن يأتي بدليل من القرآن والسنة على هذا التحريم، ولا قاعد يحاول يكبر لنا دائرة الحرام ويحاول أن يعسر بدل أن ييسر، وينفر بدل أن يبشر، ونحن مأمورون بالتيسير والتبشير. الأمر الثاني، وجدت هذا كثيرا أيضا، وعلى فكرة يعني معيشتي في الغرب جعلتني أحتك بكل المذاهب وكل الطوائف، فوجدت أن هناك آراء أخرى غير الآراء التي علمني إياها العلماء، وأن عندهم أدلتها. فالجهل بآراء العلماء الآخرين والمذاهب الأخرى وأدلتهم تجعل هذا العالم يظن أن ما عنده من العلم هو العلم الوحيد. فالجهل بالآراء الأخرى سبب رئيسي في محاولة التحريم وزيادة هذا التحريم. الأمر الثالث الجهل بالنصوص الأخرى في المسألة. في دليل حديث لا يعرفه صاحبنا فيظن أن رأيه مقدم، بينما النص هو الذي يقدم. فكثير من العلماء لا يعرف كل النصوص، وبالتالي قد يجهل نصا فيفتي بشيء يخالفه. أيضا بعض العلماء بدأ يخلط بين الدين والعادات. هذا الجهل في التفريق بين الدين وما تعود عليه في مجتمع. الذي عشت في مجتمعك ينطبق عليكم كعادات اجتماعية، نحن لا نتعارض معها، وهذا أمر شأنكم الداخلي، لكن لا تعمموها على كل البشر، لا تعمموها على كل الناس. المرأة المسلمة في أوروبا تختلف عن المرأة المسلمة في الخليج، وبالتالي هذا من الناحية الاجتماعية، وبالتالي الأحكام الاجتماعية هنا تختلف عن هنا. فما ندخل الدين في هذه المسألة، الدين محدد. أيضا الجهل في الفرق بين الحرام والشبهة والمكروه، فيأتي الأمر فيه شبهة أو مكروه فيقوم يحرمه. ليش تحرمه يا أخي؟ هذا اسمه شبهة. طيب هل واجب علي أني أتقي الشبهات؟ هذا أنا مستحب لي أن أتقي الشبهات. اتقاء الشبهات ليس واجب وإنما مستحب، فجعلها الشبهات تساوي الحرام، المكروه يساوي الحرام. لا، ما يساوي الحرام. أمر آخر الفرق بين الحرام والورع. الورع التورع، طب التورع هذا مستحب ليس واجب. أيضا الزهد مستحب ليس واجب.
طبقة على نفسك، تشدد على نفسك، بس ما تشدد على الناس فتحرم عليهم امور باسم الورع. الورع ليس بواجب والزهد ليس بواجب. طبعا كثير من الخلط ياتي بسبب سوء فهم اللغة نفسها العربية او فهم النص، وبالتالي يحرم. وطبعا من الاسباب الرئيسية الجهل بان الفرح والزينة والمرح والدعابة هي من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من صلب الاسلام، فكيف نحرمها وكيف نضيق على الناس؟ هذا الجهل وانواع الجهل هي التي تجعل الناس يكبروا الحرام، والحرام صغير فاجعلوه صغيرا والتزموا به تنجو باذن الله. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.